تخيل انك بطل العالم في الملاكمه وقمه مجدك وفي احسن سنين عمرك والناس كلها بتحبك، وفجاه يجي لك ورقه من الجيش بتقول لك انك لازم تروح تخش الجيش وتدخل الحرب. قدامك خيار من اتنين، يا تروح وترجع بطل قومي او ترفض وتخسر كل حاجه، البطوله، فلوسك، وحريتك. النهارده احنا هنتكلم عن قصه محمد علي كلاي، واحده من اعظم المواقف اللي هو عملها. هي ما كانتش جوه الحلبه بس كانت بره الحلبه. النهارده احنا هنحكي عن قصته، بس عشان نعرف ايه القصه لازم نرجع لورا عشان نعرف مين هو محمد علي كلاي. The man to beat me haven't been born yet. George Smith, the referee, is looking from a distance. Told you today, I'm still the greatest of all time. If he goes down again, it's over. Ali is the knockout winner. And the referee may be deciding whether he's going to stop the fight. He is stopping the fight. Because it really is ridiculous just to stand there and take them. What a right hand. That was the punch, I think, that Ali was... oh, another knockdown, a quick left. The sixth knockdown. I'm going to show you how great I am. محمد علي كلاي اتولد سنه 42، كان اسمه كاسياس كلاي، وهو عنده 22 سنة بقى أصغر ملاكم فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل في التاريخ. وهو عنده 22 سنة اعتنق الإسلام وبقى اسمه محمد علي كلاي اللي احنا عارفينه لغاية النهارده. في ابريل سنه 67 محمد علي جاله الاستدعاء للجيش. الاعلام كله كان واقف قدام مركز التجنيد اللي في ولايه تكساس عشان يشوفوا محمد علي هيعمل ايه في موضوع التجنيد. محمد علي ما استناش ولا يوم ورفض التجنيد وطلع وقال لهم خيروني ما بين حاجتين، يا اما الحرب يا اما السجن. انا قلت ان في حل ثالث، العداله. الاعلام الامريكي انقلب عليه والحكومه اعتبرته خاين والناس انقسمت ما بين مؤيد وما بين معارض. بعد ما محمد علي رفض ان هو ينضم للجيش ويخش الحرب، الحكومه الامريكيه كان ردها فوري. اول حاجه عملتها سحبت منه لقب بطل العالم، ورخصه الملاكمه بتاعته اتوقفت، وخسر فلوس كتير جدا في المحاكمات، وفي الاخر المحكمه حكمت عليه بالحبس 5 سنين وغرامه $10,000. فهو يعتبر دلوقتي خسر كل فلوسه عشان هو كان رافض ينضم الحرب. هو كان معتبرها ان هي لا تمت له بصله. محمد علي ما وقفش عند الرفض، حول صوته صوت رافض للحرب ومعارض للحرب، شارك في مظاهرات وشارك في ندوات كلها كانت ضد الحرب. سنة 71 أخيرا بعد 3 سنين تقريبا أو أكتر من قرار إيقافه وسحب منه البطولة، المحكمة العليا الأمريكية طلعت قرار تاريخي بإلغاء الحكم الحبس على محمد علي، ورجعت له كل حقوقه ورجعت له كل اللي كان المفروض ياخده، ونصفته في قرار يعتبر قرار تاريخي للمحكمة ضد العنصرية وضد الظلم. محمد علي كان ممكن يعمل زي غيره، يروح الحرب ويرجع بطل قومي، بس هو اختار الرفض. خسر كل حاجة، البطولة، حريته، فلوسه، بس قرر ان هو يكون صادق مع نفسه ويكسب احترام التاريخ، لانه بعد كده التاريخ اختاره اهم رياضي في القرن العشرين، ودي كانت حاجة يستحقها محمد علي ويستحق ان هو يكسبها، ودي كانت اقل ردة اعتبار ليه. المهم دلوقتي انا عايز اعرف رأيك، لو انت كنت مكان محمد علي كنت هتقبل ولا هترفض؟ مستني رأيك في الكومنتات، ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل اشتراك وتشير الفيديو مع حد من صحابك، ومستنيكوا في حلقة جديدة.